السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في مطبخ اكلة هنية على كيفك. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم صنف حلو بس باسهل طريقة ممكنة، اللي هو الدوناتس. كل الاطفال وكل الكبار بيحبوه. ناس كتير بتستصعبه لانه ساعات بيهبط منهم ما بيطلعش منفوش زي بتاع بره. ان شاء الله باذن الله هعمله لكم باسهل طريقة. شوف الاول مقاديرنا. معايا كوباية لبن دافي. مهم قوي يا جماعة ان يكون اللبن دافي عشان هحط خميرة، فعايزاه يتفاعل مع الخميرة. لو سخن هيوقف لي عمل الخميرة، ولو بارد نفس الكلام. ظرفين من الفانيليا، بيضاية، 2 معلقة كبيرة من السكر، 1 معلقة كبيرة من الخميرة الباودر. هنا معلقة صغيرة ده بشر يوسفندي، انا اللي عاملاه في البيت، ان شاء الله اعمله لحضراتكم في الفيديو باذن الله. مش بشر برتقان، بشر يوسفندي مجفف، شايلاه وبحتفظ بيه، بستخدمه صدقوني افضل من الفانيليا كمان. نص معلقة صغيرة من الملح، ومعايا هنا حوالي كوباية الا ربع من الزبدة السايحة، و3 كوبايات من الدقيق. زي ما قلت لحضراتكم هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، بس في تكات صغيرة هي اللي بتفرق جدا. اول حاجة نعمل ايه؟ كوباية اللبن في بولة كده. اللبن اكون مستحملة امسكه دافي. هأكد تاني، معلقة كبيرة من الخميرة، وزي ما احنا عارفين الخميرة متتفاعلش غير مع السكر. اديهم تقليبه كده حلوه، وادوب كويس قوي الخميره مع السكر، وما اشتغلش على طول. هنا الخطوه المهمه، اسيب الكلام ده يخمر من 5 ل 10 دقايق. طبعا هغطيه عشان الخميره بتاعتي تتفاعل وتديني ان شاء الله احسن نتيجه، ونرجع مع بعض نكمل بقيه خطواتنا. ادي حضراتكم اهو، بصوا الفقاعات دي، ده اللي انا عايزاه. ده ان شاء الله اللي هينجح لي العجينه بتاعتي. معنى كده ان الخميره بتاعتي شغاله وتمام. نعمل ايه دلوقتي؟ ننزل بالبضايه. طالما قلنا بيض يبقى فانيليا على طول عشان ريحه زفاره البيض. بسم الله. ذره الملح اللي متفقين عليها في كل المعجنات، او نص معلقه صغيره هنا. بشر اليوسفندي اللي قلت لحضراتكم عليه. الزبده مهمه قوي انها تكون سايحه ومش سخنه، دافيه زي موضوع اللبن كده. ننزل كل مقدارنا بس كويس. الويسك بقى، اقلب كل الكلام ده مع بعضه. تمام. اتاكد ان كله اشتغل. ريحه بشر اليوسفندي ابتدت تطلع اهو. عايزه اقول لحضراتكم بدايل بشر اليوسفندي بشر برتقان او بشر ليمون، كل ده شغال وكل ده متاح ان شاء الله. طيب كده تمام. ننزل بقى ب3 كوبايات من الدقيق، ونبتدي ايدينا هي اللي هتعجن. بسم الله كده، وابتدي اعجن بالايد التانية. هشتغل انا بقى كده لغايه ما العجينه بتاعتي تلم معايا، وارجع لحضراتكم اوريكم شكلها عامله ازاي وبقيه خطواتنا للدونتس. ادي حضراتكم العجينه بتاعتي لمت. عايزه اوريها لكم الطراوه بتاعتها من الزبده اهي. لازم تبقى عجينه ما تلزقش في ايدينا، في نفس الوقت مش ناشفه. لو حضراتكم بتلموا العجينه وحسيتوا ان هي سايله محتاجه دقيق، ده في ايدينا، لان برضو نوع الدقيق بيختلف من نوع لتاني. العجينه لمت معايا تمام اهي. هغطيها بقى واحطها في مكان دافي من ساعه لساعه ونص على الاقل عشان تخمر ويتضاعف حجمها، ونرجع مع بعض نشكل الدونتس ونشوف هنزينه ازاي. استنوني ان شاء الله. وادي حضراتكم العجينه اهي. بسم الله ما شاء الله، اتضاعف حجمها زي ما انتم شايفين، لان احنا عاملين عمليه التخمير بتاعتها مظبوطه من الاول. ريحتها جميله قوي قبل ما ابتدي اشتغل فيها اهو. نعمل ايه دلوقتي؟ على الرخامه رشه دقيق خفيفه جدا، وده المهم قوي ان رشه الدقيق بتاعتنا ما تبقاش كتير، عشان انا مش عايزه الدقيق يدخل في العجينه. هي ان شاء الله مش هتلزق لان هي فيها نسبه زبده كويسه، بس ده للاحتياط برضو عشان ما تغلبنيش. وابتدي اخد العجينه المها كده. بسم الله. بصوا الطراوه بتاعتها طريه وجميله جدا. اخد العجينه بتاعتي كلها وابتدي ان انا اعملها زي كوره كده كبيره،
بسم الله ما شاء الله خمرانه جدا. وابتدي افرد العجينه بتاعتي الاول بايدي، وهوري لحضراتكم حالا ان شاء الله السمك على قد ما نقدر، على قد ما نقدر السمك يبقى كل واحد، ما تبقاش فيه حته عاليه وحته نازله من العجينه، عشان الدونت كله بتاعي يطلع مظبوط. النقط اللي باينه دي ده القشر المجفف بتاع اليوسفندي. وابتدي بالنشابه او بالمردانه اللي موجوده وافرد السمك. العجينه بتاعت الدونت ما بتبقاش رفيعه، ما بتبقاش رفيعه. نظبط بقى على قد ما نقدر. بسم الله سويها كده بايدينا واحده واحده لغايه ما الاقي السمك بتاعي اللي انا عايزاه. مش عايزه الاطراف كمان كده، لو كانت بتلزق معايا كنت هعرف على طول ان هي ما خمرتش كويس، انما ما شاء الله هي مظبوطه اهي. اظبط بقى بايدي. بصوا حضراتكم، انا عايزه بس الكاميرا تجيب لي السمك اهو، ده السمك بالظبط اللي انا عايزاه. دي مرحله اولى من التخمير، احنا لسه هنخمره تاني وهوري حضراتكم ازاي ان شاء الله. دلوقتي احنا بس هنشكل ونقطع وبعدين نخمر. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ المفروض طبعا الدونت ليه قطاعه. القطاعه دي مش موجوده عندي، زي ما متاح دايما في القناه بتاعتي ومعروف ان انا بستخدم اي حاجه موجوده في المطبخ ان شاء الله اشتغل بيها. كوبايه بالحجم ده، لو مش موجود كوبايه بالحجم ده كاس، كله متاح وكله هيشتغل معاكم زي الفل ان شاء الله. اجي من هنا بسم الله وابتدي اعمل كده اهي، وعايزه اقطعها تاني من النص. عندي الغطا بتاع الخلاط هستخدمه، زي ما قلت لحضراتكم مفيش حاجه ان شاء الله هتعجزنا في المطبخ، وهنشتغل باقل الامكانيات. اللي انا بشيله ده مش هيترمي اهو، طلع دونت زي الفل. اعمل ايه؟ اجيب صينيه، لو عندي ورقه زبده يا ريت، ما عنديش صينيه مرشوشه بالدقيق، وابتدي ارص الدونتس بتاعي. وقعت مني اهو، الدقيق ده هبقى اشيله مفيش مشكله. صينيه مرشوشه بالدقيق، وابتدي ارص كل الدونتس بتاعي بنفس الطريقه، وبعدين هغطيه واسيبه من تلت ساعه لنص ساعه يرتاح تاني قبل ما احمره. هكمل بقى الدونتس بتاعي بنفس الطريقه وارجع مع حضراتكم نحمره مع بعض. حبيت برضو اوري حضراتكم قبل ما اسيبهم يخمروا في المرحله التانية من التخمير، ال3 كوبايات دي عملوا معايا كام واحده من الدونتس. بسم الله ما شاء الله. بصوا قدام حضراتكم هي صينيه 2 3، هنا رشيت دقيق، هنا ما رشيتش وهنا ما رشيتش. ان شاء الله مش هتلزق ولا حاجه لان فيها زي ما قلت نسبه زبده، بس حبيت اوري حضراتكم للاحتياط مش اكتر. هحطهم بقى في مكان دافي دلوقتي، ومهم قوي ان انا اغطيهم عشان الوش بتاعهم ما ينشفش. نرجع مع بعض نحمرهم ونزينهم. ادي حضراتكم اخد لون من تحت زي ما احنا متفقين، كان على نار هاديه جدا، ابتدى ينفش ويطلع لي فوق على وش الزيت اهو. قلبته، قلب واحده قدامكم، اللون ده حلو قوي ومازال على نار هاديه. لو انا عليت النار هياخد لون من هنا ولون من تحت ومن جوه، هتلاقوه عجين وانتوا بتاكلوه، مش هتلاقوه هش زي القطن زي ما انا ما بعمله كده. اسيبه بقى براحته جدا وانا واقفه جنبه، طبعا مش هسيبه على النار، ياخد السوا بتاعه وياخد اللون الكويس ونقدمه ان شاء الله مع بعض. وادي حضراتكم الدونات بتاعتي طلعتها من الزيت وسبتها تهدى شويه. هتلاقوا هنا السمك ده، دي بتاعت اول طاسه انا قليتها. السمك اللي اعلى منها اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله عاليه ازاي، دي تاني وتالت طاسه. دايما احنا عارفين ان لما بنقلي حاجه اول مره غير تاني مره وتالت مره بيكون خمرت اكتر والزيت بيكون ساخن اكتر. فحبيت برضه اقول لحضراتكم الملحوظه دي. للزينه بتاعتي هنا عندي ايه؟ عندي صوص شوكولاته بيتي اللي انا عاملاه مع حضراتكم في القناه، هتلاقوه موجود، ارجعوا له. ب4 مكونات بس عملنا احلى صوص شوكولاته ان شاء الله هيعجبكم جدا، طعمه تحفه مع الدونات ده. ومعايا سكر باودر، ومعايا جوز هند، طبعا ممكن فول سوداني مجروش، ممكن اي مكسرات متاحه وموجوده عند حضراتكم. اول حاجه نعمل ايه؟ نجيب في صوص الشوكولاته كده نصها بس مش كلها، نرفع بالشكل ده كده اهو،
ممكن نسيبها ساده وممكن نحط لها شويه جوز هند بالشكل، بس رشه خفيفه كمان بدي شكل وطعم حلو برضو. هعمل واحده بقى بالسكر الباودر، اسهل حاجه بالمصفى اهي، وهكذا. هكمل انا بقى باقي الدونس بتاعي بنفس الطريقه اللي وريتها لحضراتكم وارجع نقدمه مع بعض. وادي حضراتكم وحدات الدونات بتاعتي، زوقتها زي ما قلنا بصوص الشوكولاته البيتي بالسكر الباودر، وحطيت شويه من جزء الهند للشكل، ممكن فرماسيل، ممكن مكسرات زي ما قلنا المتاح والموجود. دي مش كل الكميه بالظبط اللي طلعت معايا من 3 كوبايات دي 20 واحده من الدونات بالحجم اللي انا عاملاه ده. طبعا ممكن يبقى حجم اكبر زي ما حضراتكم تحبوا. يا رب وصفتي تكون عجبتكم وتجربوها لاولادكم ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم والسلام عليكم.